ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركة. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. هنكمل مع بعض سلسلة تفريزات شهر رمضان الكريم. ربنا يعيد علينا الايام يا رب بالخير واليمن والبركات. هجيب مع بعض شوية تفريزات حلوة جدا جدا. كل فترة والتانية بيكون في حاجات سعرها هادي وسعرها مناسب زي اللي احنا هنفرزه النهاردة، فلازم نستغل الحاجات دي احسن وافضل استغلال. دلوقتي الجوافة سعرها حلو جدا يا بنات، وسعرها في متناول الكل. هو اي نعم يعني غالية شوية، بس بالنسبة لحاجات كتير يعتبر هي ارخص حاجة في السوق. جبت معاكم الجوافة ديت، وكنت برضو اشتريت مشتريات حلوة جدا كلها كانت لرمضان. لو ما شفتش الفيديو، هو الفيديو اللي قبل ده بالظبط. جبت الجوافة معاكم كانت ب8 جنيه، وفي ناس قالوا لها كيلو ونص، قالت لهم ماشي، فانا جبت معاهم مثلا الكيلو ونص ب10، فانا جبت 3 كيلو ب20 جنيه. حلوة جدا وجميلة يا بنات. عايزة اقول لكم هي حلوة، كانت في اخر السوق، يعني انا اشتريتها في اول السوق، على ما روحت ومش عارفة وخلصت دنيتي كانت عاملة كده. بس عايزة اقول لكم اول ما كانت عند الست كانت جميلة جدا، ولونها اصفر ولونها كده يعني مسكرة وجميلة. جبت بس على قد امكانياتها وعلى قد الفلوس اللي معايا، هما بال20 جنيه. جبت ال3 كيلو هفرزها، ومثلا الاسبوع الجاي هنزل السوق وهجيب على قد ما اقدر، اجيب 3 كيلو، اجيب بال10 بال20 زي ما يطلع معايا، او زي الفلوس اللي هتفيد معايا انا هجيب منها وهخزن منها. الحمد لله الجوافة يعتبر هي الوحيدة اللي سعرها هادي في السوق. المانجا الحمد لله فرزنا منها وراحت لحالها، ودلوقتي لا، المانجا بقت غالية شوية. فالجوافة هاتيلك منها كمية زي كده، وعينها في الفريزر بتنفع جدا في رمضان، في العيد، حد جالك على سهوة بتطلعي الكيس وفي ثانية بتلاقي الدنيا تمام معاكي. فانا جبت الجوافة دي وهفرزها معاكم، وجبت برضو شوية من الشرايط هقطع الفيديو عشان مش يبقى كبير عليكم، وهنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله برضو بتفريزات رمضان. جبت الجافة ديت ورحت جايه مفضياها في الطبق ده، وغسلتها كويس جدا، وشلت الحته السوداء عشان بيبقى فيها زي خيوط كده او شعر كده رفيع اسود بيلزق. فانا نضفتها الاول، وبعدين رحت جايبه الطبق عميق وحطيت فيه شويه ميه بخل، وسبتها لمده ربع ساعه، وحطيت كل الجافه في الخل دي علشان مثلا لو فيها حاجه ولا كده الخل ده يقتل او يموت البكتيريا اللي فيها. بعد ربع ساعه رحت جايه شطفها وحطيتها في الطبق ده، وقطعتها زي ما هي كده. عايزه اقول لكم جميله جدا. الجوافة كان سعرها هادي. في برضه قبل كده كان في الليمون سعره هادي ب5 جنيه. جبت كمية من الليمون وقعدت اقول لكم فرزوا الليمون، هاتي كمية من الليمون وحطوهم في الفريزر. دلوقتي الليمون عمال يغلى، كان الكيلو ونص وفي كيلو ربع تقريبا، فحبة بحبة هتلاقي الليمون غلي. فانا مش هشتري ليمون، انا جبت ليمون الحمد لله ايام كان سعره هادي شوية. لو حد منكم فرز ليمون يكتب لي تحت في الكومنتات هل لحقتوه ولا زي الطماطم ما لحقتوهوش. يلا الحمد لله على كل حال. ان شاء الله بمناسبة الطماطم ممكن يعني على نص شهر 10 ولا حاجة الاسعار بتاعت الطماطم تبدأ تنزل. يا رب تجعلها بشرة خير والاسعار تنزل، لان فعلا الطماطم روح البيت، ودلوقتي احنا استغنينا عن اكلات كتير جدا من غير الطماطم. خلاص، فان شاء الله خير. جبت الجافة بتاعتي وقطعتها بالشكل ده، هما نصين كده بس. وجبت عصرة ليمونة. عايزة اقول لكم هو نص الليمونة اللي عملت بيها كل الجافة دي، ما كترتش. انا ما بحبش الجافة تبقى مزة او طعم الليمون ظاهر فيها، في حين ان في ناس تانية بتعشق الليمون كده ظاهر في الجافة، معرفش ازاي، سبحان الله. فانا حطيت بس حاجة بسيطة كده علشان الجافة بتاعتي ما تسودش، وادخلها الفريزر. هي بتدخل في الفريزر ما بتسودش وما يجرالهاش حاجة، ولكن انت لو طلعتي الجافة من الصبح وسبتيها على اخر النهار وبعدين ضربتها في الخلاط، في الحالة دي الجوافة بتاعتك بتسود. هتجيبي الجوافة، عايزة تعمليها دلوقتي، خلاص خلاص انا هعمل دلوقتي مثلا الجوافة وعلى جزء من الشغل، قبل ما يجي مثلا بنص ساعة هطلعها من الفريزر تفك شوية، هلاقيها بقت نص تلاجان كده او نصها مجمد شوية، لان انا قطعها نصين. هروح جايه ضربها بشوية مية في الخلاط وتبقى جميلة. انما لو هسيبها مدة كبيرة وهي لسه ما ضربتهاش هلاقيها اسودت. طب انا لما اجي اضربها هديها برضو نقطتين بس من عصير الليمون، بتفضل معاكي فاتحة وجميلة لاخر وقت. يا سلام بقى لو حطيت لها نص كوباية لبن وظرف من الفانيليا، عايزه اقول لك طعمها تحفه جدا جدا، كانك بتشربي عصير من بتاع المحلات بالظبط. حد دلوقتي هيطلع في الكومنتات ويقول لي احنا هنجيب كمان فانيليا للعصير؟ يعني الكيس مثلا بجنيه، ممكن كل فتره والتانيه تعمليه. يجي عليكي مثلا رمضان بحيث لما تشم ريحه الفانيليا كده قلبك يتعلق برمضان وتفتكري ايام رمضان. جه عليكي عيد، كل فتره والتانيه مش فيها حاجه لو هتحطي ظرف الفانيليا او الجنيه ده، بس هيظبط لك الطعم ويخليه في حته تانية خالص.
عارفين انا الاقي حد في الكومنتات دلوقتي يقول لي واحنا لاقيين ناكل او ملاحقين على المصاريف بتاعت يومنا العادي عشان نجيب حاجه ونفرزها في الفريزر؟ انا عارفه النوعيه دي. هلاقي حد مثلا انت هتجيبي حاجه وهتلاقي جوزك يقول لك انت بتجيبي حاجات عماله على بطال، مش مكفي يومنا الاول، ما تفرزيش، ما تعمليش. ما تسمعوش لحد. انا واحده من الناس اتقال لي الكلام ده. انت بتجيبي مانجا جوافه ليه؟ مثلا احنا عندنا كيسين مانجا، ملهاش لازمه، مصاريف على الفاضي. عايزه اقول لكم الحاجات دي بتنفع جدا جدا يا بنات. كلمتين هتسمعيهم بس انت هترتاحي بقى على طول. عايزه اقول لك، عارفه جوزك اللي جاي يأنبك عشان انت جبتي مثلا جوافه بال20 جنيه او بال30 جنيه ده، او جبت ملوخيه، لما يكون جاي من الشغل تعبان وطلعت له كيس جوافه وعملته له، هيرتاح وقلبه كده هيتروي بعصير الجوافه بالكوبايه دي، هيبقى مبسوط جدا جدا. وبالذات لو في عز الحر، بالذات بقى لو في عز الحر، او حتى لو في رمضان والمانجا اللي هو كان جايبها خلصت، او جه عليك هدف على سهوه وطلعتيها، بدل ما تروح تشتري ازازه حاجه ساقعه او تشتري طبق حلويات. ما تسمعوش لحد. ال20 جنيه اللي انت هتاخدها من السوق، لو انت بتاخدي 100 جنيه، خد ال20 جنيه دي هاتلك بها حاجه وحطها في الفريزر. بتاخدي 500 جنيه يا ستي، خدي 20 جنيه برضو، خدي 30 جنيه بس منهم وجيبي حاجه وعينها في الفريزر. وما تسمعيش كلام لحد، الحاجات دي بتنفع. ولما بتيجي تطلعيها بيبقوا مبسوطين بيها. لو انت مش معاكي فلوس خالص ومش عارفه تعملي غدا ايه، لو طلعتي كيس من الملوخيه اللي احنا عملناهم قبل كده مع شويه الشوربه، او لو ما عندكيش شوربه مكعب مرق الدجاج على حبه الماء من الحنفيه، وعملتيهم برغيفين عيش واتغديتوا بألف هنا وشفا. سدت معاكي ولا مش سدت معاكي؟ فلو حد طلع لي في الكومنتات وقال لي تفريزات ايه, في الغلا اللي احنا فيه ده، او حاجات لرمضان ايه، الحاجات دي بتنفع بيتك وبتستر بيتك. فرزي. انا واحده من الناس ما بقتنعش بالتفريزات وما بحبش التفريزات، بس بحب افرز حاجه زي كده عشان تستر بيتي. ولكن دلوقتي موسم جوافه، اعمل جوافه ناكلها دلوقتي. يعني ايه؟ ناكل حبايه الجوافه احسن من ان هي تتعمل عصير او ان احنا نحطها في الفريزر. بس انا بجيب مثلا اللي دخل عليا صيف، دخل عليا رمضان، حاجه تنفعني. مش عارفه اعمل غدا ايه، هعمل الكيس الملوخيه المتفرز ده. لكن انا عندي مثلا انا دلوقتي داخل علينا الشتاء، وفي قلقاس وفي مثلا سبانخ وفي خضار كتير جدا في الشتاء. هركن الحاجه اللي انا مفرزاها وهستعمل الحاجه بتاعت الموسم. الحاجه اللي انا مفرزاها دي للازمات، ولكن ما بعتمدش عليها. انا مش جيت في مره وقلت لكم احنا هنفرز النهارده 10 كيلو ملوخيه او هنفرز النهارده 20 كيلو باميه. انا ما عنديش الكلام ده. انا يوم ما بفرز 2 كيلو باميه، مع ان احنا عندنا الباميه كتيره وبنوزعها على الناس، بس في الفريزر عندي مش في غير 2 كيلو باميه، مفيهوش غير 3 كيلو ملوخيه. انتوا متخيلين؟ فكل الحاجه بتاعت وقتها بتاعت موسمها. لو الحاجه غاليه هنجيب منها كميات بسيطه وخلاص. حاجة سعرها مناسب وهادي زي الجوافة زي الملوخية زي الليمون، لا هنجيب منها كمية وهنحطها في الفريزر. يوم ما اكون مش عندي عصير خالص ومش عايزة اشتري حاجة من بره، اطلع حبتين من الليمون واعملهم عصير وبألف هنا وشفا، وهستر بيتي وهغذي اولادي كمان. صح؟ حاولي على قد ما تقدري تقفلي ودنك خالص وما تسمعيش كلام لحد، الكلام السلبي. شوفي ايه اللي يمشي مع بيتك وايه اللي يريح بيتك. الحاجة دي هتنفعني بس مش هتأثر في الميزانية، ليه ما اجيبهاش؟ فانا اجيبها وانا مطمنه وانا مرتاحه. خلاص، اتكلمت معاكم كتير. ندخل بقى في الفيديو بتاعنا الاساسي. قطعت الجوافه بالشكل ده كده، حابه تحطيها في العلب بشكل جميل كده ومنسق ومنظم، حلو جدا جدا. ويا سلام بقى لو انت بنتك عروسه وتفرزي لها الحاجات في العلب دي، بتبقى حاجه في قمه النظافه وحاجه في قمه الجمال والرقي، حاجه بتفرح وبتشرف كمان. فاعملي كده في الجوافه في العلب ديت، بالذات لو هي عروسه، كل تفريزاتك تكون في علب، ملوخيه باميه اي حاجه تكون في علب. طبعا انا فرست في العلب، مش عندك علب عادي جدا مش هننزل نشتري العلب. والله جبت حته جبنه وفيها العلبه زي كده، هروح جايه غسلها وعيناها افرز بيها وخلاص وهمشي الدنيا. ما عنديش لا ده ولا ده، في حبه كيس من بتاع التغذيه انا بشتري مثلا اكياس من عند العطار وهفرز فيها. حبه البلح دول هينفعوني مثلا، مش عارفه اعمل فطار ايه للولاد في اللانش بوكس ولا اي حاجه، مع حته سمنه بلدي وهحطها في السندوتشات وبألف هنا وشفا. حتى لو مش عندك فاكهه خالص اطلع طبق البلح ده وهيتاكل، بيبقى جميل جدا جدا. عملت بس كميه بسيطه من البلح، وان شاء الله لو عرفت اشتري هاخد مثلا ايه طبق في طبق وخلاص. بالنسبه لي فيديو النهارده خلص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لكل اصحابكم. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير. مع الف سلامه.